السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا بجد. تعليقاتكم بتفرحني جدا وتعليقاتكم بتبسطني جدا، وشكرا جدا جدا على دعمكم. والتعليقات دي بتخليني ارجع تاني واكمل واشارككم كل حاجة واعمل اقصى مجهود عندي واعمل لكم كل الوصفات اللي عندي. ان شاء الله مش هنغيب تاني. احب اشكركم جدا جدا على التعليقات والدعم الجميل ده. راجعين النهاردة بوصفة بسبوسة ان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتقولي لي رأيكم. حاجة كده في منتهى الجمال، حاجة دايبة، حاجة شغل محلات، شغل مصانع، حاجة بسيطة جدا كده تفرحي بيتك وتدفي بيتك بيها في ايام الشتاء وليل الشتاء البرد اللي احنا فيه ده. حاجة حلوة جدا جدا، ان شاء الله هتجربيها وتعجبك وتعلقي لي التعليق زي تعليقاتكم الجميلة جدا اللي انا بشوفها وبتشجعني ان انا ارجع تاني وبتشجعني ان انا اشارككم كل حاجة. ان شاء الله مش هنغيب تاني وهنرجع اقوى من الاول، ووصفات احسن واقوى من الاول ان شاء الله. معانا النهاردة صينية بسبوسة جامدة جدا. معانا اول حاجة كوبايتين من السكر، كوباية معيارية، كوباية شاي، كوباية مية، أي كوباية هنستعملها هنوحدها. كوبايتين سكر، كوباية ونص مية، هنوحد الكوباية بتاعتنا أيا كان هي ايه ونرفعهم على النار. عندي هنا بالكوباية برضو المعيارية أو الكوباية العادية بتاعتي نص كوباية من السكر، سواء سكر عادي، سكر حبيبات، سكر بني، المتوفر عندي. ما بجيش جنبه في أي حاجة، وياريت تكون حاجة ألمونيوم أو ستانلس. بلاش التيفال أو جرانيت، دي كويسة جدا للكرملة. أحسن حاجة الألمونيوم أو الستانلس. مش ببدأ أحركه تماما غير زي ما شفتي معايا بيبدأ اللون يتغير والسكر يبدأ يديني الكراميل من تحت. هنا بقى ابدا احركه. من قبل كده ما بحطش فيه لا معلقه ولا سباتشولا ولا اي حاجه. اول ما يبقى معايا كراميل كامل ما فيش حبيبات ولا فيه سكر، بنزل بكوبايه الا ربع سمنه، ولو حباه دسمه شويه تبقى كوبايه سمنه كامله. بنزل بيها على الكراميل بتاعي، ابدا اهدي النار وابدا اقلب بشويش جدا لان طبعا الكراميل عندي سخن جدا. وزي ما انت شايفه، وانزل بنص كوبايه لبن او حليب، نص كوبايه لبن او حليب، وطبعا النار هاديه جدا ما يقرب من الشمعه، علشان الكراميل في مرحله الفوران دي لو فار بيأذي جدا وممكن يعمل حروق لا قدر الله. ناخد بالنا من الحاجات دي كويس جدا. لحد ما انت شايفه معايا هيبدأ السمنة واللبن يمتزجوا كويس جدا مع الكراميل. عندي هنا كيلو من السميد، عليه نص كوباية جوز هند خشن، لو مش متوفر عندك يبقى كوباية كاملة جوز هند ناعم. بس لازم جوز الهند بيديله نكهة، لو مش بتحبيه ممكن تزودي الفانيليا شوية، ونص معلقة بيكنج باودر. ولو حابة فانيليا اوكي، مش حابة براحتك، بس لو مش هتضيفي جوز هند لازم تضيفي فانيليا. ونضيف الخليط اللي احنا عملناه عبارة عن الكراميل او السكر المجروش والسمنة والحليب، ميكس كويس. ما بستعملش في الخطوات دي زبادي، ما بستعملش لبن رايب، ما بستعملش اي حاجة من الحاجات دي. دي طريقة المحلات اللي بتخليها معاكي من جوه مرملة ولونها بني وحلوة جدا، وتبقى بتدوب في البق. حاجة كده من الآخر بجد خطيرة. طبعا ان شاء الله كل سنة وانتم طيبين، داخلين على رمضان، مش هنستغنى عن الحلويات في رمضان والحاجات دي، فحلوة جدا جدا. وجربيها وهتعجبك ومش هتستغني عنها في رمضان خالص. بميكس كل الحاجات دي، انا مش بعجن، انا بس محتاجة ان اميكس كويس جدا كل المكونات معايا، لان العجين بيخليها ناشفة، عاملة زي المعجنات كده بتطلع ناشفة. لا انا عايزاها طرية وتطلع مرملة ودايبة. فانا مش بعجن، انا بس بقلب او بميكس كل المكونات دي مع بعض. اول ما بتأكد ان هي اتمكست كويس جدا والسميد بتاعي معايا بقى اكتر من مرحلة الرمل المبلول شوية، اللي هو متماسك معايا بس في نفس الوقت هش. في اي صينية انت عايزاها، تيفال جرانيت الومنيوم، بس انا بفضل الالومنيوم في الخبز والحلويات علشان بيوحد اللون من فوق ومن تحت، بيبقى حلو جدا، توزيع الحرارة فيه بيبقى ممتاز. واي حاجة بتدخل الفرن انا بحب عن البايركس كمان، والحاجات دي بتبقى حلوة جدا جدا جدا.
بيظبطها كويس جدا، وببدأ اظبط الطروف معايا. طبعا انت بتشتغلي في بيتك هتشتغلي بايدك لو مفيش جلافز او حاجة. بس ايدك يبقى فيها سمنة، او من الوش كده ايديكي تحط في لمسي فيها شوية سمنة، ونبدأ نظبط الطروف والجوانب، علشان اكتر اماكن بيوصل لها النار الطروف ما تبقاش شايطة معايا او لسعة، ويبقى شكلها وحش جدا وانتي بتقدميها. نظبطها كويس جدا. حابة تحشيها مفيش اي مشكلة، بس انا مش بحب البسبوسة محشية. في ناس بتحشيها كاستر، ناس بتحشيها كريمة، ناس بتحشيها مكسرات. ان شاء الله نعملها قدام مع بعض كاستر او كريمة، بس انا مش بفضل حشو المكسرات، مش بحبه، مش بستلطفه خالص. عندك بقى حابة تجرنشيها باي حاجة موجودة عندك، سوداني، لوز، بندق من على الوش كده، بيديلها شكل حلو جدا وبيديلها شكل لطيف. نبدأ نوزعه بأي طريقة احنا عايزينها، او بتوزيع عشوائي، او زي ما انت شايفة كده بترصين براحتك جدا، ما فيش اي مشكله. وببقى انا طول ما انا شغاله، الفرن كان شغال على درجه حراره 200 او 250 عاليه جدا. اول ما ابدا ادخلها بهدي ال 180، وشغال من فوق ومن تحت مع المروحه، عيني عليها لان مش بتاخد وقت جدا. اول ما بلاقي الطروف عندي فصلت وبقى في شرخ ما بين البسبوسة والحرف الصينية بتاعتي او البايركس بتاعي، كده خلاص بقى بستنى عليها تاخد وش من فوق وبخرجها. حاجة كده في منتهى الجمال، هتجربيها وهتدعيلي. مستنى تعليقاتكم وهستنى كلامكم الجميل، ومستنياكم تجربوها. ما تنسوش هنا قناتي وانا رانيا، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك.